السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي وقناتكم. كنتمنى ربي تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. شوفوا البنات، اليوم ان شاء الله كيف ما وعدتكم بشهيوات جديده. سمحوا لي على التعطيلات، بصراحه راني باش نقول لكم كندير اكثر من جهدي باش نحط لكم الفيديوهات. هنايا كما كتشوفوا غادي نشارك معكم هاد البيتزا هذه ولا هاد البريوش عمر بالبيتزا بالجبن عفوا. صراحه كيجي واعر واعر بزاف. هادو كتقدروا تديروا بهم بيتزات صغاورين، عرفتوا كيجيو فنين فنين. جربوهم، كيجيو بحال القطن كيف ما كتشوفوا، كيتقطعوا بسهوله. فهنايا راه باقيين البنات سخارين، داكشي علاش غادي يبانوا لكم شويه قاصحين، فهما كيجيو بحال البريوش، عرفتوا كيجيو فنين. اش غادي نقول لكم، جربوهم وردوا عليا الخبر. صراحه شوفوا كيف كيتقطعوا، كيف العجينه هي كما كتشوفوا دايره بحال القطن، وعاد مدالك عاد تبرد شويه. العجينه كتكون طريه اكثر. فكنتمنى يعجبكم الفيديو ديال اليوم. دوزوا مع المقادير وطريقه التحضير. هنايا اول حاجه كنجيبوا اناء ديال الدجاج ولا اي اناء اللي عندكم. هنايا غادي نستعمل كأس ونص ديال الماء. هنايا الماء غادي يكون دافئ اكيد، ماشي سخون بزاف حيت كيضيع علينا الخميره د الخبز، فهذا احتياطي باش ما تمشيوش ديروا الماء سخون بزاف ومن بعد غادي تجيو تقولوا لي انا ما صدقش ليا البريوش ولا شي حاجه ولا هاد البيتزا عفوا. هنايا كما كتشوفوا كان عندي هنايا الخميره، هنايا خميره الخبز العاديه. هنايا كنستعمل كما كتشوفوا، هنايا انا استعملت 2 معالق، بحال معلقه كبيره ديال خميره الخبز. بالنسبه للجو، هنايا حنا عندنا الجو هنايا بارد، باقي بارد شويه. هنايا كنضيف السكر، كنضيف 1 معلقه ونص صغيره ديال السكر سنيده باش الخميره دير ليا تخمر ليا العجينه بسرعه. كما كتشوفوا هنايا كنخلط في هذا الشكل هذا، او فيكم تستعملوا الطراب اليدوي، ولكن انا استعملت غير المعلقه اللي درت بها الخميره العجين ودرت بها السكر، داك هي اللي باش نخلط بها. وهاد العجينه البنات كتجي واعره بسر واحد، هي كاس ديال الزيت. كاس ديال الزيت بصراحه راه كتعطي واحد النتيجه. اش غادي نقول لكم، كيف ما كتشوفوا كاس ديال الشاي ديال الزيت، اولا دوك الكيسان ديال تركيا اللي كيكون عامرين بالزيت النباتيه. بصراحه كتعطي ليه واحد ديك القطنيه، ديك العجينه كتجي قطنيه، هذيك هي السر ديالها. فالناس اللي باغيين يضعفوا المقادير عفوا، فبالنسبه للزيت غادي تبقى غير في كاس ونص. الا بغيتو تضاعفوا المقادير على هذا الشيء اللي درت انايا، فما تضيفوا ما تضيفوش 2 كيسان باش تجي لكم العجينه كيف ما شفتوا في الفيديو. فهنايا كما كتشوفوا كنخلط داك الزيت مزيان في هذيك المعلقه. وهنايا غادي نبدا نضيف الدقيق. فسمحوا لي الا كنخلط لكم شويه حيت هذه شحال ما درتش لكم هكا شي فيديو. هنايا كنضيف الدقيق. هنايا ضفت غير شي 400 هكا، شي عفوا شي 300 غرام ديال الدقيق. فهنايا غادي نضيف الملح. هنا الملح كيبقى على حسب الذوق، انا ضفت غير شويه ما ضفتش بزاف. فهنايا غادي نخلطو. بالنسبه هاد العجين ما كتحتاج لا دلك البنات لا مجهود كبير، بصراحه سهله سهله سهله. وكديروها في عرفتوا شنو هي، في ساعه كتوجدوها، في ساعه كتكون خمرات، تكون عجنتوها، تكون طيبتوها، صافي وقربوا تاكلوها. المهم هادشي اللي كاين كما كتشوفوا. كنخلط مزيان بديك المعلقه الصغيره، من بعد غنبدلها بمعلقه كبيره احسن. بصراحه كتخلط ليا مزيان. فهنا كما كتشوفوا كنخلطوا العجينه في هذا الشكل هذا. العجينه خاصها ضروري تجي طريه، ما تجيش هكا، ما تجيش قاصحه. هنايا الدقيق كنبقى نضيف شويه بشويه باش ما نضيفش كتر من سميتو. هنايا كما كتشوفوا دزت غير نص الكاس ديال الدقيق، وهنايا كنخلط. ومن بعد ما دزت هذا نص الكاس غادي نبقى نزيد غير شويه، ما نبقاش نزيد الكاس ولا نص الكاس هكا ديال الدقيق. كما كتشوفوا كنبدا نخلط في هذا الشكل هذا. هانتوما
بصراحه هاد العجينه غادي ترحموني عليها، تقدروا تصايبوا بها اي حاجه نتوما بغيتوها. بصراحه بالنسبه لهاد العجين ديال هاد البيتزا كتجي فنه، جربوها وردوا عليا الخبر. في هنا كما كتشوفوا كنبدل المعلقه كبيره باش نبدا نخلط بها، وصافي كنبقى نخلط العجينه ديالتي، كنزيد عليها غير شويه بشويه دقيق وكنبقى نخلط. هنايا كنشوف انا باقيه العجينه مطلوقه، داكشي علاش زدت شويه اللي قلت لكم شي 2 معالق كبارين هكا ديال عامرين ديال الدقيق. وصافي كنخلط في هذا الشكل كيف ما كتشوفوا هانتوما. كنبقى نزيد شويه هكا ديال الدقيق ونبدا نخلط، ومن بعد غادي نكمل البنات بيديا. حيت صافي هنا هاد المرحله هادي غادي نديرها غير بيديا. هنا كنزيد هكا شويه الدقيق باش ما يتلصقش ليا العجينه بزاف في يديا كيف ما كتشوفوا هانتوما. غير كتجمعوها وصافي، كتحاولوا تجمعوها وصافي. العجينه ما كتدلكوهاش بزاف، ما كتحتاجش تدليك الكتير. هنايا كما كتشوفوا غادي نمشي نغسل شويه يديا باش ما تلصقش ليا العجينه، حيت بصراحه راه كتلصق. لكن ما كتشوفوا راني درتها خفيفه خفيفه خفيفه. ضروري ديروا لها الطريقه هذه. فصافي هنايا غادي تكون العجينه ديالتي واجده. انا كندهنها هكا بشويه ديال الزيت باش ما تلصقش لكم من بعد كتطلع تلصق لكم هذاك البلاستيك الغذائي. فهنايا كنضيف عليها البلاستيك الغذائي، كنسد عليها مزيان. في هنايا العجينه ديالتي تشوفوا خمرات باش تخمر معايا بسرعه. فصافي هنايا كنغطيها وكنخليها حتى تخمر. تقدروا تحكموا فيها نتوما كيف ما بغيتوا، وفي نفس الوقت كتجي طريه وشيشه من الداخل. صراحه كتجي فنه بزاف. هنايا كما كتشوفوا غادي ما غاديش ندير الدقيق في هذه المرحله هذه، ولا غادي ندير ما غاديش ندير كاع الدقيق في هذه المراحل ديال هذه العجينه. فالدقيق غادي يقصحها لينا وصافي. هنايا كما كتشوفوا كندير غير الزيت، شويه ديال الزيت النباتيه كندهن بهم يديا، وكندهن الصفيحه العمل اللي غادي نبداو نديروا عليها العجينه. كما كتشوفوا كنحاول نخوي منها داك الهواء. هنايا كنزيد الزيت النباتيه كما كتشوفوا، حيت بدات كتلصق ليا. فهنايا غادي نحاول ندير كويرات صغاورين كما كتشوفوا. نتمنى ربي نكون وضحت لكم المرحلات، واخا كنعاود ونبقى نعاود ولكن انا الانجاز ديالي من هذا الفيديو هذا هي غادي تستافدوا منه وديروا منه داكشي اللي غادي ديروا ان شاء الله غادي يصدق لكم 100%. فهنايا كما كتشوفوا كنكور كويرات صغاورين في هذا الشكل هذا، ولا كويرات كبار على حسب نتوما كيف ما بغيتوا. لو بغيتوا ديروها بيتزا كبيره ديروها بيتزا كبيره. فانا درتها بحال ماشي ميني بيتزا ولا بيتزا، درتها غير مبسطه، ما درتهاش كبيره. فهذا كيبقى لكم الاختيار. صافي هنايا كنجيب كيكون عندي هنايا صينيه الفرن فرشتها بالورق الزبده. الا ما عندكمش ورق الزبده دهنوها غير بشويه ديال الزيت، وديري لها شويه ديال الدقيق اولا السميده الا عندكم السميده، فرشوا عليها هكا باش ما تلصقش ليكم وصافي. كما كتشوفوا هنايا كنقرصهم غير شويه، ما كنرققهمش بزاف يجيو رقاوقين وصافي. كنحطهم في صينيه الفرن. هنايا كنعاود عاوتاني نفس العمل كما كتشوفوا، غير هنايا بصباعي. البنات العجين اللي كتقرصوها بصباعكم راه كتجي احسن من اللي كتقرصوها هكا بالدلاك. فبصراحه هذه نصيحه لكم. فهي كتطلع بسرعه العجينه، واخا يكون غير العجينه ديال الخبز بصراحه احسن شي تعجنوها تقرصوها بصباعكم عفوا. فهنا كما كتشوفوا كنحطوهم هكا في صينيه الفرن. صافي هنا كنكمل العمل كما كتشوفوا. هانتوما في هذا الشكل هذا نكمل جميع الصينيات. هنايا جبت هاد الصينيه هذه عفوا هاد اللي كطيبوا فيها المسمن درت فيها الورق الزبده. فغادي نضيف غادي نحط فيها هذه اللي بقات لي الاخيره، درتها شويه كبيره هذه على هادوك اخرين
هادوك اخرين اللي درتهم شويه صغاورين. على هذه هنايا عندي 4 اللي صيبتهم، وهذيك الكبيره. هنا كنجيب البنات البيض كنضيفه فيه قطرات الخل. هنايا كنخلط مزيان البيض ديالي مزيان كما كتشوفوا. فهنايا كصافي كنبقى ندهن هذا الخبز هذا باش كيتحمر لينا، كيجي واعر بزاف. كما كتشوفوا كندهنهم هكا، عاد نضيف عليهم الجبن منو داكشي نتوما اللي عندكم في البيت. فبصراحه انا درت داكشي اللي كاين عندي، درت نص بالكاشير ونص بالطون. بصراحه كيجيو فنين. ولا بغيتو ديروا غير الجبن ديروه بالجبن فقط. فانايا ديك المره الاخرى اللي درتها كنت دايره فيهم، درت نص بالطون والنص فقط بالجبن. بصراحه كيجيو واعرين، واخا هكا غير بالجبن كيجيو زوينين بزاف. فصافي هنايا كما كتشوفوا كندهنهم كاملين مزيان. صافي هنايا غادي نجيب الجبن موزاريلا. بنات، فيكم تستعملوا اي جبن اكيد نتوما اللي عندكم، ولكن بصراحه ننصحكم هذا الجبن هذا الموزاريلا كيجي واعر بزاف في هذه البيتزا. فكما كتشوفوا كنبقى نقطعو هكا غير بيديا. بصراحه ما كيعجبنيش نقطعو بالموس، كيعجبني نقطعو هكا باليدين ديالي باش المهم كنقطعوش هكا سميتو ما عرفتش ما عرفتش كيف كتقولوا لها نتوما. ما كنقطعهاش هكا طريفات صغاورين. فصافي هنايا كما كتشوفوا هانتوما، هنايا كنضيف الجبن على جميع البيتزا ديالي كما كتشوفوا. بصراحه هاد العجينه راه اش غادي نقول لكم، روعه روعه روعه. راه واخا نبقى نشكر لكم نشكر لكم تجربوها وانتم غادي تقولوا لي واش زوينه، واش عجباتكم ولا ما عجباتكمش. بصراحه انا فنه. هنايا كما كتشوفوا عندي هنايا الكاشير، فيكم تستعملوا اي كاشير، فيكم تستعملوا فقط الطون، فيكم ما تستعملوش الطون. تستعملوا فيها تقطعوا طماطم طريفات صغاورين والفلفل الاخضر والفلفل الاحمر وتزينوا بهم هاد البيتزا هذه. ماشي من ضروري ديروا داكشي اللي درت انايا بالضبط، ولكن العجينه البنات ضروري ديروا داكشي اللي كنقول لكم بالضبط. وهنايا بالنسبه للتزيين هنايا كيبقى الاختياري. صافي هنايا كما كتشوفوا زينتو هكا بالكاشير. غادي ندير 2 بالكاشير وغادي ندير 2 بالطون. فهنا باش نجيو بحال بحال. واخرى الكبيره راني درت فيها غير الجبن، ما درتش فيها لا طون لا كاشير، فباش نختلفوا شويه المذاقات وصافي. فبصراحه راه كنحاول نقول لكم كيف جات البنات. راه البنه هي كل شيء بصراحه. بصراحه لا البنه للتزيين لا الوجه ديال هاد البيتزا هذا كيجي واعر. هنايا كنجيب هاد الفلفلات هادو اللي صغاورين البنات راه كناخذوهم من ليدل. هنايا كنبقى نقطعهم في هذا الشكل هذا دوائر هادوما، وصافي كنحطهم على البيتزا ديالي بهذا الشكل. هنايا كنضيف الجبن المبشور شويه ماشي بزاف. فلا بغيتو ديروا اكثر ديروا اكثر، نتوما على حسب داكشي اللي عندكم في البيت كيف ما كنقول لكم دائما. هنايا بعد ما كملتهم هنايا هادوك باقي ما درت لهم والو، غادي ندير فيهم غير الطون. صافي مشيت البنات حطيت الطون على الاخر اللي كان فيها الكاشير، راه نسيت صحاب ليا واش ما ضفت فيها والو. كانت مغطيه بالجبن. صافي هنايا هذاك اخرى كنحط فيها الطون كما كتشوفوا. كنحاول نوسع هكا بيديا. نتوما كما كتشوفوا هذا الشكل هذا. صافي كنحيد الطون اللي كنت حاطه على هذيك البيتزا. بصراحه راه عرفتو في هذا رمضان شي مرات الناس كيختلطوا اليوم الفيزيبلات، ولكن بصراحه انا غادي تجي زوينه واخا كان عليها الكاشير والثوم كانوا مخلطين غادي تجي زوينه. فهنا كنضيف الجبن المبشور عليهم من الفوق هكا كما كتشوفوا.
صافي وكنحطهم في الفران على 230 درجة، 230 ولا 250 درجة من التحت ومن الفوق. صافي هانتوما كيف ما كتشوفوا حطيتهم في الفرن هاد الشكل هذا. صافي كنخليهم حتى يطيبوا. وهنايا الشكل النهائي ديال هاد البيتزات هادو بصراحه البنات راه كيجيو فنين اكثر من روعه. تنتمنى تجربوهم وتردوا عليا الخبر وقولوا لي كيف جاوا لكم. عرفتوا راه كيجيو محمرين وزوينين بزاف. عرفتوا هنايا راه باقيين سخونين وانا كنقيس فيهم. هنايا جبت بلاطو اللي غادي نحطو فيهم هاد البيتزات ديالي. كما كتشوفوا كنحاول نحيد من هذاك البيض اللي كنت دهنتهم هكا، راه كيبقى كتحرق هكا في الصينيه. صافي هنايا كنقادهم. هانتوما في هذا الشكل هذا. وهنايا صافي هذا هما الشكل النهائي. كنشكركم بزاف على حسن المشاهده، وكنشكركم بزاف 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 على اللايكات والتعليقات ديالكم مهمه عندي. فهنايا كنشكركم بزاف على حساب الفيديو اللي كنت حاطه. راني دحفت ديال تحضيرات رمضان، حيت بصراحه البنات راه عذبني بزاف 3 المرات وانا كندير فيه المونتاج، ومن بعد يديروا عليه الانذار. فصافي هنايا محيته. تهنيت. وبالنسبه لهاد الفيديو اللي قبل، عفوا الفيديو اللي كان قبل هذا فيه مشاهدات اللي مزيانه بصراحه. شكرا لكم بزاف بزاف بزاف. نقول لكم السلام عليكم، ونتلاقاو ان شاء الله في رعايه الله، وعواشركم مبروكه رمضان مبارك. سلامه.